هذا الشيء اللي شفنا في هذا الفيديو بالنسبه ليا مزيانه. علاش؟ لان المغاربه من هذه 6 سنين او 7 سنين وحنا كنشوفوا ان المغاربه كيتكلموا على الافارقه ديال جنوب الصحراء. كاينين الناس اللي كيدخلوا لهم لديورهم كيشوفوا الديور اللي مهجوره كيدخلوا ليها، كاينين اللي كيتعرضوا للسرقه من طرف هاد الافارقه، كاينين اللي كيكونوا افارقه ساكنين في شي حي كيبداو يتحكموا في دوك الناس ديال داك الحي. وكاينه واحد الواقعه اللي كانت وقعات في كازا ديال البنت اللي كانوا غادي يشفروها واللي كانوا غادي يعتديوا عليها. هذه واحد المشاكل حنا اللي كنختاروها، كنقولوا لها تعالي يا مشكلين في حياتي. بمعنى انا المغرب داير اتفاقيات مع الدول الافريقيه عادي بحال جميع الاتفاقيات اللي كيكونوا، ولكن من بين الشروط اللي كيكونوا داكشي المغرب ساكت وما كيدويش مع هاد الافارقه، او لا كان كيرحل شي وحدين كيرحل غير هادوك اللي تيكونوا دايرين كيكونوا تورطوا في شي حاجه، وهذيك الحاجه اللي تورطوا فيها بانت في التلفازه ودارت بوم ودارت الشوهه وداكشي صوتا وصوره ودار البوز في المغرب وما الى ذلك. عاد كيبينوا انهم راه واحد 20 ولا 15 ولا 16 كيتم ترحيلهم. علاش؟ لان المغرب موقع. علاش موقع؟ الاتفاقيات اللي كتكون ما بين الدول الافريقيه ديال جنوب الصحراء تيكون فيها شروط، من بين دوك الشروط انه يعني مغاربه يقدروا يمشيو لذاك الدول اللي يخدموا يكون عندهم واحد التسهيلات ما الى ذلك، وكذلك الافارقه يجيو للمغرب. حنا مغاربه حنا اللي كيمشيو عندهم بوراقهم بالباسبور ديالهم وكيمشيو كيخدموا كيمشيو يديروا شي حاجه كيعطيو واحد البليس لذاك البلاد. حنا الافارقه اللي كيجيو عندنا اغلبيتهم كيجيو عندنا بلا اوراق، مهاجرين بلا اوراق غير شرعيين، كيجيو هجره سريه، كيجيو يدخلوا يا من تونس يا من موريتانيا، اغلبيتهم من موريتانيا. خصوصا جاو تكبوا في المغرب حيت دول شمال افريقيا كلهم ما بغاتش داكشي اللي كانوا داروا في الاول. يعني من الاول بان عربونهم حيدوهم. فين؟ في ليبيا، في الجزائر، في تونس. التونسيين اساسا من الاول ما تقبلوهمش، من الاول التونسيين من الاخر تعنصروا عليهم. مي كاينين في مصر والمغرب مشتين. علاش كانوا في مصر وفي المغرب؟ لان مصر طريق لتركيا، والمغرب باش يمشيو لسبته ومن ثم لاوروبا البوابه اللي هي اسبانيا. عندنا بالنسبه لاسبانيا محتله سبته ومليليا، دونك سبته هي الاقرب لاسبانيا وهي الاسهل بالنسبه للحرق. كاين البحر من هنا وبحر من هنا باينين فيه واحد السور. دونك بنادم باش انه يوصل للجهه الاخرى كيخصو يخرج يهبط للبحر ويضرب الدوره من مور داك السور باش عاد يوصل لسبته. وثاني حاجه علاش كيختاروا انهم يمشيو بالبحر؟ لان اسبانيا دارت واحد القانون انه اي واحد دخل عن طريق البحر كيجدوه، جميع الحالات كيجدوه. دونك المغرب كون ما كانش دار هاد الاتفاقيات اللي خلى فيها هاد الافارقه يدخلوا عندنا ما كناش اليوم نشوفوا هاد الهجمه. دونك شكون المسؤول؟ بما انكم نتوما عارفينهم انهم كيجيو لان المغرب طريق لاوروبا. دونك هادشي اللي عندي فنقول في هاد النقطه، لان حنا اللي جايبينهم عندنا، حنا اللي محتضنينهم، حنا اللي جايبينهم، واللي ما عندوش اوراق واللي بالوراق واللي ساكن في الزنقه واللي ملاوح في الزنقه واللي كيدخل عند عباد الله بالجرائم ديالهم بادي. دونك حنا جايبين راسنا مشاكل. تعالي عذاب وعذبني من الاخر. دابا نجي اسبانيا. دونك نشرح لكم دابا اسبانيا شنو مشكلتها مع المغرب. مشكله اسبانيا مع المغرب ما بداتش بالاحداث ديال سبته. المشكله ديال اسبانيا مع المغرب ديجا كاين انتهى الملف ديال الصحراء وهي في واحد التوترات، العلاقه متوتره شويه متشنجه. كاين اصوات في اسبانيا كتنادي بانها تدعم اولا القضيه ديال الريف. علاش؟ حيت سالات القضيه ديال الصحراء. غتقولوا علاش؟ حيت سالات القضيه ديال الصحراء يدوزوا دابا القضيه ديال الريف، باغيين يديروها غطاء اوكي السبته ومليليا. دابا حنا عندنا جوج ديال الجيران، عندنا الجزائر وعندنا اسبانيا، جوج بهم كانوا كيدعموا بعضياتهم ان المغرب يبقى ملاهي في الصحراء الغربيه، حيت كل واحد شاد واحد الارض ديال المغرب عارف ان المغرب لا سالات من الموضوع ديال الصحراء الغربيه وتسد الملف غادي تدوز ليه. ولكن ما عارفينش شكون غادي يبداو، واش غادي نبداو بسبته ومليليا والجزر الجعفريه وجزر الكناري وما الى ذلك، جزيره ليلى وما الى ذلك، ولا غندوزو للصحراء الشرقيه المغربيه. وما عارفين راسهم انهم هما النكست. اوكي اتس يو نكست بيبي. سو دونك خصهم يتحدوا بجوج انهم يخليو المغرب عنده مشاكل. حتى ما صدقتش ليهم ديال جمهوريه الريف. كاينين دابا احزاب كتنادي بانها تدعم جمهوريه الريف، وسياسيين كيتكلموا على هادشي، الى جانب ان الجزائر كذلك دايره واحد المكتب اللي ما صدقش ليها، كان فيه واحد الرباعه معاهم واحد خونا سميتو البارصه، ما صدقش ليها لان هذوك اصلا مرتزقين، هذوك كانوا باغيين الفلوس وصافي. دونك ملي غيصدقش ليها هذا الموضوع ديال جمهوريه الريف غدوز لحاجه اخرى. شناهي؟ التوترات داخل المغرب اللي دابا ولينا كنسمعوا
ينادون جزائريون خارج المملكة المغربية وليسوا بمغاربة، وينادون ويحرضون المغاربة على أنهم يخرجوا في مظاهرة إسقاط الملكية. هو المغرب باش نقول لكم، المغرب إلا دعا بشي حاجة غادي يدعي إسقاط الحكومة اللي كتجي كل 4 سنين وكتمشي، لأن حنا اللي كنتخبوهم. أوكي، دابا دازو المسألة ديال سبتة ومليلية، ولكن قبل التوترات اللي ما بين اسبانيا والمغرب. التوترات اللي ما بين اسبانيا والمغرب بداو في هذه السنه من نهائي كاس افريقيا. ديجا كانت واحد الاستخبارات اللي كتتكلم على مصريين، على تونسيين، على اسبانيين، على جزائريين، على موريتانيين. استخبارات وصلت للمغرب لانهم باغيين يديروا شي حاجه في وسط المغرب، باغيين يديروا شي توترات باغيين يديروا شي فضيحه، باغيين يديروا شي شوهه في المغرب. داكشي علاش جا المغرب حتى الدقيقه 90 عاد دار لهم البطاقه الالكترونيه باش انهم يدخلوا المغرب. لكن جا المشكل من المدرب، ما يمكنش حنا نتحكموا في المدرب في القرارات ديالو داخل الملعب، داخل واحد الماتش لايف. ماشي مشكل، ما تفضحش المغرب قد ما تفضحات الكره الافريقيه. كلشي بقى كيقول ان العقليه الافريقيه هي العقليه الافريقيه، ما كيحترموش القوانين، ما كيديروش، ما كيفعلوش، ما كيتركوش، انهم همجيين، وفي الكره ديالهم همجيين ودايرين فعلين سالكين. افريقيا كلها كرويا. لكن اسبانيا او اعداء المملكه المغربيه خداو هذه النقطه هذه باش انهم يضربوا في المغرب، وكل واحد مصلحته. مثلا مصر قبل كاس افريقيا بشهرين ولا 3 كان عندها واحد المشكل مع المغرب سياسي، لان المغرب عاونت اثيوبيا في المشكل ديال تدابير المياه. الشيء اللي خلى يكون واحد توترات او واحد الغضب او واحد الهجوم سياسي مصري على المغرب، لان الموضوع فيه مصر واثيوبيا وسد النهضه. دونك المغرب ملي عاونت اثيوبيا شافت مصر ان هذه بحال واحد الضربه ليها. دابا كنتكلم على مصر سياسيا، اخر ما كاين بيننا وبين مصر سياسيا. ولكن مصر نورمالمون ما خصهاش زعما المغرب دخل في الشؤون ديالها هي واثيوبيا، او المغرب عاون اثيوبيا وخلى مصر او لا عادي. مصر راه جابت الجنود ديالها والطيارات ديالها والدبابات ديالها وجات بالعساكر ديالها، دعمات الجزائر في الحرب مع المغرب، حرب الرمال مع المغرب. سوات حسني مبارك راه كان اسير في المغرب، راه عطاه الحسن الثاني هديه. دونك اللي كيدخل سياسيا في واحد الدوله اخرى هي مصر. الجرائد ديالها في عهد جمال عبد الناصر ويامات الافكار الناصريه، ملي كانت داك الافكار الناصريه ديال جمال عبد الناصر ديال القوميه او القومجيه العربيه واتحاد الدول العربيه، وانها تكون واحد القوميه عربيه وسقوط الملكيات. لان شوف عندك الجزائر مع مصر كانوا واحد الدول اللي دعموا سقوط الملكيات. سقطت الملكيه في مصر هي الاولى، تحالفات مع الجزائر ودول الغرب، سقطوا ليبيا، سقطوا العراق، سقطوا سوريا، سقطوا 5 ديال الدول، 4 ولا 5 ديال الدول عربيه سقطوا فيهم الملكيه بسبب الافكار الناصريه والقومجيه العربيه. وكانت محاولات ديال اسقاط الملكيه حتى في المغرب في ايام حسن الثاني، راه كانت بدعم جمال عبد الناصر. دونك انا كنشرح لكم ان المغرب ومصر ما عمرهم كانوا احباب واصحاب من نهار سقطت الملكيه في مصر، لان اللي كيحكموا حاليا هما العسكر بحال الجزائر. اوكي، حكم عسكري كيتفاهموا مع بعضياتهم. غدا وبعده غادي يجي حرب، غادي تلقاو انه الجندي الجزائري غادي يمشي في الصفوف ديال الكتائب العسكريه الفرنسيه. علاش؟ هذا الشيء على حسب الاتفاق ديال معاهده ايفيان، لان معاهده ايفيان اللي دارتها الجزائر مع فرنسا، ملي قالوا لهم هل تريد ان تكون الجزائر دوله مستقله متعاونه مع فرنسا حسب اتفاقيه ايفيان، راه اتفقوا على بزاف ديال الحوايج، من بينهم انه غدا وبعده غادي تجي حرب، غتلقى الجندي الجزائري في الكتيبه العسكريه الفرنسيه مع الجيوش الفرنسيين كيتحارب. تقدر كاع الا كانت فرنسا غتحارب معنا حنايا او حتى حنا من الدول اللي غتحارب فرنسا، غتلقى الجزائري كيتحارب مع المغربي. هذه اتفاقيه خصها تطبق. وكذلك غادي تلقاو ان المصري مع الجزائري الا كانت شي حرب ضد المغرب. اوكي، حنا كشعوب كنضحكوا كنلعبوا مع بعضياتنا، حنا اخوه، حنا مسلمين، حنا هادي، ولكن ملي كنجيو السياسه ومن غطيح البقره غادي يبان لك شكون هما الدول اللي هي اختك وشكون هي الدول اللي ماشي اختك. دونك مصر دوله ماشي اختنا سياسيا وفي الحروب وفي الدين وفي الاسلام وفي بزاف ديال الحوايج، ماشي اختنا، حيت هي ديجا تحاربت معنا، لان النظام ديالهم ماشي معنا، النظام ديالهم ضدنا.
وملي كان كيكونوا انقلابات على الحسن الثاني، كانت الجريده المصريه، جريده ديال الصباح على ما اعتقد، جريده الصباح المصريه، كانوا كيكتبوا فيها غير كيطرا انقلاب، شي غير كيطرا كيشموا ريحه انقلاب، كيشموا ريحه انه راه طرا واحد بحال الانقلاب ديال الصخيرات، ديال الطيارات الملك اللي كانت جايه من اسبانيا، اولا ديال المذبوح، اولا ديال محمد اوفقير اللي كانوا هما السبب في هذه الانقلابات. غير كيسمعوا هذه الانقلابات كينشروا الخبر في الصفحه الاولى ديالهم ان الملكيه سقطت في المغرب، وكيفرحوا كيقولوها بواحد الطريقه انه بمعنى انه الملكيه الديكتاتوريه سقطت في المغرب، المغرب غياخذ الحريه ديالو غدا ولا بعدو. الا كان شي مشكل عندنا في المغرب غتلقاهم كيديروا نفس الاخبار، كينشروا نفس الاخبار. دونك سياسيا مصر هكذا دايره. من الاخر رياضيا في كاس افريقيا، علاش بغات دير، علاش مصر كانت متعاونه مع هاد الدول هادو كاملين اللي المغرب وصلت الاستخبارات والمخابرات المغربيه وصلت هاد الاخبار؟ لان اصلا مصر كتشوف راسها هي والمغرب يعني هما مع بعضياتهم كرويا كينافسوا بعضياتهم ان هذا احسن وهذا احسن وهذا احسن وهذا احسن. وهذا الشيء حنا شفناه انهم هما 100 عام ما وصلوش حتى انهم يربحوا او سنوات وسنوات ما تاهلوش وما ربحوش، وفي الاخير اي مقابله ديالهم كيتكلموا على المغرب 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 المغرب. دونك عندهم فوبيا ديال المغرب، عندهم واحد الهوس بالمغرب كرويا، اوكي، من غير سياسيا، كرويا. والجزائر علاش سياسيا وكرويا وعسكريا واقتصاديا دبلوماسيا راه باين، علاش ما غاديش ندوي عليها. دونك مصر شرحت، لان بزاف ما عارفينش الوجه الحقيقي ديال مصر. دونك مصر شرحت، الجزائر بلا ما ندوي عليها باين العربون، اسبانيا باين شنو المشكل بيننا وبينها، الدول الاخرى تاهي باين شنو المشكل، موريتانيا تاهي عندها داك التخوف انه يجي واحد النهار ان المغرب انه يطالب بموريتانيا، لان محمد الخامس نهار جا من المنفى اول حاجه دارها هي انه مشى كيطالب في الامم المتحده بموريتانيا ملي كانت موريتانيا، لان كاين فرق ما بين الموريتان وموريتانيا. الموريتان كانوا تابعين للمغرب، موريتانيا هي اللي يلاه تاسست ملي الحسن الثاني عطاها الاستقلال ديالها، يعني مازال هي بحال الجزائر، اوكي. دونك حتى هما عندهم داك التخوف، والجزائريين دائما كيقول لهم انه الا مشات عاونونا على المغرب. داكشي علاش موريتانيا كتشوفوها في القضيه ديال الصحراء الغربيه دائما كتشوفوها هي محايده، هي كتجي في الكوتي ديال البوليزاريو. علاش؟ انه زعما الا المغرب خدا الصحراء الغربيه غادي يجي لعندنا، غيدخل لينا، يجي عندنا، غياخذنا، غيدير، غيفعل، غيترك. من الاخر بلا ما تكونوا متخوفين، كاع هاد الدول بلا ما تكون متخوفه، لا الجزائر لا موريتانيا بلا ما تكون متخوفه، لانه النهار غادي يطرا حرب، نهار غادي تكون واحد الحرب اللي عالميه، غادي يبان شكون الدول الضعيفه عسكريا وشكون الدول القويه عسكريا، وحنا راه غادي نردوا الاراضي ديالنا، راه باينه. علاش ما كنتكلمش لانني انا مغربيه او لان مع الطرح المغربي، لا، انا كنتكلم سياسيا وتاريخيا. ممكن تعطيني تاريخيا وعسكريا فوقاش الجزائر دارت واحد الحرب وربحتها، اولا واش عندها خبره عسكريه؟ ممكن تقولوا لي واش عندها خبره عسكريه؟ الجزائر استقلت سنه 1962، مازال ما كملات حتى 100 عام، يمكن عندها شي كدا و60 عام دابا، ما عرفاش بالضبط، فيا ما نحسب. من نهار خدات الاستقلال ديالها حتى لدابا غادي تقول لي لا راه استقلات عسكريا وخرجت الفرنسي. الا خرجت الفرنسي علاش كاينه اتفاقيه ايفيان؟ اتفاقيه ايفيان بمعنى انهم استسلموا، انهم حنا وراسوا الفرنسي وقالوا لهم حنا نديروا اتفاقيه وخرجوا باتفاقيه. وعلاش شارل ديغول اللي هو الرئيس الفرنسي انذاك اللي كان في الوقت ديال الفتره ديال استقلال الجزائر، علاش دار خطاب النصر؟ واش هو خارج من الجزائر كيدير خطاب النصر؟ لانه عارف راسو علاش كيدير خطاب النصر، اوكي. دونك ها هو انا ما كاينش حرب، ها هي الجزائر عاد تكونات، عاد جات، عاد بانت في الدنيا. الوغ شنو الحرب اللي دارت حرب مع تونس؟ لا. دارت حرب مع ليبيا؟ لا. دارت حرب مع النيجر؟ لا. دارت حرب مع مالي؟ هادو كلهم الدول الحدوديه مع الجزائر اللي كنذكر. دارت حرب مع موريتانيا؟ ماشي هي البوليزاريو. دارت حرب مع المغرب؟ وي. الدوله الوحيده اللي درت معها حرب، الدوله الوحيده اللي عندها واحد الخبره عسكريه ولا واحد الارشيف عسكري ولا ارشيف في الحروبات في التاريخ الجزائري هو مع المغرب. شنو عندها حرب الرمال، خرج الرئيس ديالهم تيبكي تيقول لك حاقرونا خاوتي، حاقرونا، عطاونا طريحه.
هذه اول حرب داروها في التاريخ ديالهم. شنو ثاني حرب؟ ام قاله واحد وام قاله جوج، ما كنعتبروهاش حرب حيت ام قاله واحد وام قاله جوج يلاه دارت غير شي 3 ايام ولا 4 ايام، ما نعتبروها حنا حرب. ولكن واخا كنقدروا نقولوا واحد التحركات عسكريه، واحد المناوشات، واحد الاشتباكات طراو حتى هما ربحناهم فيهم. حرب ام قاله واحد وام قاله جوج، وهاد ام قاله واحد وام قاله جوج راه هما دخلوا للمغرب، دخلوا للساقيه وادي الذهب، هما اللي داخلين علينا. ربحوا ما ربحوش، يلا زيد شنو اخر؟ كاين شي حرب موراها؟ ما كانت حتى شي حرب. كانت حرب وحده اللي ربحوا فيها، حرب وحده اللي ربح فيها الجزائري في التاريخ ديال حياته كامله، هي حرب العشريه السوداء. العشريه السوداء اللي نربح فيها العسكري الجزائري 100% 100%. العشريه السوداء اللي داروها الجزائريين ضد الشعب ديالهم باش نقلبوا على الحكم، اما يخليوش الاسلاميين وما يخليوش هذوك اللي كانوا باغيين يحكموا بصح الجزائر يحكموا، حيدوهم وخلاو ابناء فرنسا وخلاو ابناء ديغول. دونك شنو الخبره العسكريه؟ غدا وبعدو من يجي حرب شنو عندك؟ شنو الخبره العسكريه اللي عندك؟ واخا نقولوا سيدي داكشي طرا من نهار تاسستو حتى لدابا، واش كنتو كديروا بحال هاد مناورات الاسد اللي حنا كنديروها، اللي كتجي ميريكان عندنا، اللي حنا كنديروها برا المغرب، اللي المغرب ملي كيسمع كاينه شي حرب في جنوب افريقيا، ملي كنقول جنوب افريقيا يعني افارقه جنوب الصحراء، يعني من الصومال، السودان، النيجر، مالي، موريتانيا لتحت، تيمشي تيشارك الجنود المغاربه كيمشيو تيشاركوا، تيكون شي مناورات في شي بلاد كيمشيو يشاركوا، المغرب دائما كيشارك وكيطور من نفسه. الجزائر ما عمرها مشات دارت مناورات في حياتها خارج الجزائر، ما عمرها دارتها، حتى جا شنقريحه اللي الحكم ديالو ميم با 7 سنين 8 سنين دابا باش بداو كيديروا مناورات داخل الجزائر فقط. يعني هما تيديروا مناورات مع بعضياتهم. شنو غتستافدوا انكم نتوما كتناوروا بعضياتكم مع بعضياتكم؟ خاصكم خبره مع دوله اخرى، خاصكم تكتشفوا هذيك الشينوا شنو كيديروا في الحروب ديالهم، شنو تجددوا في المناورات. خصني نمشي نشوف انا ندير مناورات مع دول اسيويه ودول افريقيه ودول ديال شمال امريكا، امريكا اللاتينيه وامريكا الجنوبيه، ومع اوروبا، ومع استراليا، مع مدغشقر، مع الخليج، مع الهم الكحل. خاصني نعرف، انا خصني نكتشف. المغرب كيدير هادشي من سنوات وسنوات 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 وسنوات. نتوما يلا بديتو كديروا هذه 7 سنين وغير داخل الجزائر. زعما شنو غتستافد داخل الجزائر؟ زعما شنو المناورات اللي اكتشفتيها داخل الجزائر؟ شكون يعطيك خبره داخل الجزائر؟ شنو كديروا مناورات مع البوليزاريو؟ دونك باين عسكريا شكون غادي يربح الحرب، باين عسكريا شكون غيربح الحرب. وبالنسبه حتى لموريتانيا ما دارت حتى شي حرب، من نهار كانت ما دارت حتى شي حرب، غير ان البوليزاريو دخل عندهم نواكشوط. البوليزاريو حتى هي دوله غنحسبوها حنا البوليزاريو ماشي دوله. دخلوا ليهم حتى نواكشوط وداروا انقلابات وقتلوا اللي قتلوا، داروا تفجيرات اللي داروا وصافي. بيان سور موريتانيا ربحات. علاش موريتانيا ربحات؟ لان ما نساوش ان الجيوش الموريتانيه ماشي موريتانيا كانت تابعه المملكه المغربيه، دونك عندهم خبره عسكريه. اوكي، عندهم خبره عسكريه، ولكن واش طوروا نفسهم في السنوات الاخيره؟ لان الحرب ديال 1900 وحزق ماشي ديال دابا، بزاف ديال الحوايج طوروا. نجيو دابا اسبانيا في اسبانيا في نهائي كاس افريقيا عجبها الحال داكشي اللي طرا، قالت صافي النهائي ديالنا. اوكي، اسبانيا عاوتاني المغرب من بعد مده داروا بزاف ديال الحوايج انهم يبينوا ان المغرب ما عندوش الامن. كان واحد الخرق امني انه السنغاليين كانوا غادي يخرجوا للملعب، هذه بزاف ديال الحوايج. داروا واحد البروباغندا اعلاميه مع هما ومصريين وجزائريين وحتى العرب اللي ما حاملش المغرب راه قالوا دوا وتكلم عادي. هذه كتبقى حرب اعلاميه وحروب اعلاميه. المغرب ما كيداش في الاعلام، المغرب ما دايرش حرب اعلاميه. المغرب وكذلك من بعد اشهر كيبان انه في واحد المباريات كانوا في اسبانيا انه كيبان انه القطره كتنزل على الكراسه، انه كنشوفوا الطبات، كنشوفوا الفيران كيخرجوا من تحت الكراسه. فالمغرب كذلك استعملها واحد البروباغندا حتى هو اعلاميه انه يبين انه كذلك اسبانيا ما مستعداش، وان الملاعب ديالها متهالكين، فيهم الحفاري، فيهم التقابي، فيهم الشقاقي، فيهم داكشي اللي فيهم. دونك كاين واحد الاحتكاك. اسبانيا دابا كتقول لك اعلاميا كتنشر ان هي كانت غدير كاس العالم. دابا اللي معروف اللي كتخرجوا اسبانيا من هذه مده، من هذه اشهر وانا كنسمع
انه كاس العالم كان غادي يكون ما بين اسبانيا والبرتغال، اسبانيا والبرتغال، ولكن المغرب هي اللي طلبات من اسبانيا انها تكون معهم. واسبانيا باش توافق، والشرط ديالها باش توافق خاصو يكون النهائي في اسبانيا. حنا مشيو مع هاد السرديه ديالهم وعلى مع هاد البروباغندا ديالهم. الا كان كاس العالم كان غادي يكون فقط ما بين اسبانيا والبرتغال، والمغرب هو اللي مشى وطلبكم وقال لكم عافاكم الله يرحم بها الوالدين، لما ضيفوني حتى انا في الملف نكون حتى انا معاكم ندير معاكم كاس العالم مزيان. وانتم اشترطوا عليه انه النهائي غادي يكون عندك، الافتتاح والنهائي يكون في اسبانيا. اذا علاش نتوما حاليا مدابزين مع المغرب وشد لي نقطع عليك وبروباغندا من هنا ومن هنا ومن هنا، والمغرب فاعل تارك واسبانيا فاعله تاركه؟ علاش دابا مدابزين مع بعضياتكم؟ لانه مازال ما خرجش القرار فين غيكون الافتتاح وفين غيكون النهائي. بما ان المغرب وافق وكان هذاك شرطك، علاش دابا كتكلم؟ اذا انت ماشي المغرب جا عندك اللي طلبك، وماشي انت اللي شرطتي عليه، لانه النهائي اساسا الفيفا مازال ما خرجت ولا علنات قالت فين غادي يكون، والمغرب اساسا مازال ما كملش بزاف ديال الملاعب. حد الان المغرب اعلن على 7 ديال الملاعب، ما كاينين بعض الملاعب اللي تتبناو، وكاينين بعض الملاعب اللي هو عالن عليهم راه مهدوبين وكيتعاودوا اولا كيترمموا كيتزاد فيهم شي حوايج. دونك هنا باش نشرح لكم، المغرب واسبانيا ديجا عندهم حاليا مشكل ديال الافتتاح والنهائي شكون غياخدو، وباين هذا المشكل غادي يخرج بواحد ياخذ الافتتاح وواحد ياخذ النهائي، باش يرضيو حتى الفيفا باش ترضي جميع الاطراف، لانه ما يمكنش كاينين 3 ديال الدول ودوله واحده غتاخذ النهائي والافتتاح مع بعضياتهم. دونك وحده غتاخذ الافتتاح وحده غتاخذ النهائي، وما بجوج بهم كيدابزوا على النهائي، ما كيدابزوش على الافتتاح، حيت الافتتاح ماشي شي حاجه بزاف ما كيديوهاش في الافتتاح، كلشي كيديها في النهائي، لان صافي اتس ذا فاينل ديال الورلد كاب، شكون غادي يدي كاس العالم. دونك هادوك البوليزاريو شنو مجمعين ماليين ونيجيريين وجزائريين وصحراويين ديال المغرب، مخلطين، الدعوه مخلطه، كاينين حتى افارقه. دونك دابا الجزائر عندها مشكل. شنو هو هذا المشكل اللي عندها مشكل انها خصها تحيد عليها البشري، خصها تفكوا عليها، حيت هي عندها دابا مشكل. قالت لك الصحراء الغربيه هي جابت لك ناس وسكنتهم، وحسب واحد القانون كاين في الامم المتحده انه الانسان الا كبر في واحد الارض وبقى عايش فيها، تزاد فيها، بقى عايش فيها اكثر من 60 سنه، وهما كاينين اكثر من 60 سنه ماشي واحد ولا جوج، امه ديال عباد الله، كتعتبر ديك الارض ديالكم، وهي راه ديالهم. البوليزاريو الحقيقيين، الصحراويين الحقيقيين راه ديالهم، لان هذيك الصحراء ديال تندوف وبشار وتيميمون وتيدكلت وادرادر وغيرها، هذه كلها كانت ديال المغرب، ديال الصحراويين المغاربه، لانهم هما ولاد العم، فهمتوا؟ هما ولاد العم، هذوك القبائل كلها ولاد العم. شي كتلقاه شي كتلقاه في الجزائر، شي كتلقاه وكيتواصلوا مع بعضياتهم يومنا هذا. دونك خصهم يحيدوا عليهم اللي جايهم من مالي ومن نيجر ومن جايبينهم من ما عرفت من السنغال، من دول افريقيا، خصهم يعطيهم فلوس ويقول له يلا اديوس اميغوس، سير اخويا في حالك. الا كان داير شي عائله راه غيدي معاه مراته وولادو يمشي بحالاته، ولكن خاصهم يعطيوه الفلوس اللي باش يمشي لبلادو يدير دار ويدير مشروع، بحال كيقول لهم انا حياتي كامله وانا هنا، وطمعتوني وقلتوا لي ودرت، وانا دابا ساكن هنا وبداري هنا حيت ما بقاوش في الخيام، كانوا في الخيام ولكن شي مناطق راه بناو ليهم كتشوف فيهم الطوب. انا بنيت ودرت الدار ودرت دابا باغي تخرجني، دونك يقدر يعتكفوا اليوم تما، فهمتوا؟ خاص كلشي يدوه بحاله. واللي يدير لهم المشكل اسبانيا غتكلف به، غتعطيه الجنسيه الاسبانيه، غادي يمشي اسبانيا، غادي يبقاو شكون؟ يبقاو غير المغاربه. نعم. دونك فهمتوا؟ هذه كلها مشاكل دايرها المغرب لاسبانيا. دونك اسبانيا دابا غتضطر انها تعطي الجنسيه الصحراويين اللي هما بوليزاريو باش يخويو الارض. هادو مبين المشاكل اللي كاينين ما بين المغرب واسبانيا اللي ما تيبانوش، اللي خصك تعمق في الاحداث شنو واقع وتسمع شنو كاين باش تفهم. الى جانب على ان قبل شهر ونص تقريبا، ما كاملاش حتى شهرين،
اسبانيا طلبات من المغرب على انها كانت باغا الشباب، كانت باغا الناس، محتاجه اليد العامله، محتاجه بزاف. وداروا واحد التقرير في الاخبار ديالهم على انهم هما حاليا لما خداوش اليد العامله الاقتصاد ديالهم غادي ينزل ب20%. والاسبانيين ما كيخدموش في بحال دوك النساء اللي كيمشيو يجنيو في الارض، واللي الرجال اللي كيمشيو يحرثوا الارض في اسبانيا. اسبانيا ما كيديروش هادشي، والشباب ديالهم ما باغيش يدير هادشي. الشباب ديالهم باغي يعيش مفيك، باغي يعيش مرتاح، ما باغيش يدير هادشي ديال الحريات وهادشي هذا. دونك اسبانيا محتاجه. ملي دارت هذا الاقتراح على المغرب انها يجيو عندها الشباب وانها غتسهل عليهم الفيزا، انها غادي تولي الفيزا سهله انك تبغي تمشي اسبانيا، وهذه بشروط انهم يكونوا شباب، انهم يكونوا يعني في واحد العمر ديال العمل ديال انهم يخدموا داكشي. المغرب رفض، راه بزاف راه دارت البوز كلموا على ان المغرب رفض هذا المقترح الاسباني. مني رفض المغرب هذا المقترح الاسباني، اسبانيا شنو دارت ضد في المغرب باش ترد الصرف؟ مشات دارت واحد القانون يصادق عليه البرلمان ديالهم، قادوه واتفقوا مع بعضياتهم وقسموا طبعوا سينا وسهلاو. ما تشاوروا لا مع الاتحاد الاوروبي، انهم اي حاجه خصهم يديروا خصهم يتشاوروا مع الاتحاد الاوروبي. علاش؟ لان اوروبا ماشي بحالنا، هما الحدود ديالهم مفتوحه، يعني اي حاجه عندها علاقه بداكشي ديال الهجره والحدود وخروج ودخل، خص الا دخلت اسبانيا بحال دخلت فرنسا، بحال دخلت المانيا، بحال دخلت ايطاليا، عندهم الحدود مترعه. راه هذيك القهوه راه هذيك اسبانيا، وانا راه في هذه القهوه اللي هنا انا راني في فرنسا، بيناتنا شانطي ما فيه لا حدود لا والو، غندخل نقطع غنمشي غنوصل حتى ما فين. ما شاروا لا المغرب لا الاتحاد الاوروبي. الاتفاق هو كالتالي، على انهم اي واحد يدخل الهجره، لانهم محتاجين اليد العامله، محتاجين بنادم، اي واحد دخل هجره ما اكسبتوه، ابار هذيك ديال الا دخل من البحر. دابا اي واحد دخل بالهجره غي اكسبتوه وما غاديش يردوه لبلادو، وغادي يستقبلوه وغادي يقدوا له الوريقات ديالو وغادي 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 وبزاف ديال الحوايج. فهمتوا؟ هاد الهضره هذه او هاد الخبر هذا انتشر بواحد الشكل واسع، هو اللي خلى هاد الناس اللي كينظموا الهجره يديروا صبعهم ويدخلوا. علاش قلت لكم هذا الموضوع متشابك؟ لان الناس اللي بغاو يديروا هذا المشكل الهجره هما الجزائريين، كاين مغاربه، لكن تقرير استخباراتي اسباني وتقرير استخباراتي مغربي اكتشفوا ان الاشخاص اللي هما ادمن او لا اصحاب هاد الجروبات اللي كيكونوا في التليجرام حيت كيشد اكثر من 50,000 واحد، 50,000 عضو، 50,000 ممبر يقدر يكون في نفس الجروب، ماشي بحال الواتساب وداكشي. لقاوهم في التليجرام ولقاوهم في المجموعات ديال الفيسبوك. هادو هما الجروبات اللي كيشدوا بزاف ديال الفيسبوك، يشد لك حتى 100 مليون واحد في جروب. لقاو ان لي زادمين ديالهم الارقام الجزائريه 213 ماشي 212 ماشي 212، يعني ماشي الرقم ديال المغرب ولكن الرقم ديال الجزائر. داكشي علاش قلت لك الامر متشابك. دابا كل واحد ومصلحته، كل واحد كيجر اللي عنده. الجزائر باغا هاد الازمه باش تزيد الازمه ما بين المغرب واسبانيا، وباش بلاصه ما المغرب يحط عينه على الصحراء الشرقيه يحط عينه على سبته ومليليه. بحال كتجر المغرب كتقول له ها انت دور لسبته ومليليه باش نبقاو عاوتاني بواحد سبته ومليليه سنوات وسنوات وعشرات السنوات باش نساو الصحراء الشرقيه. ولكن المغرب عنده اولويات وعارف راسو هو باش يبدا، ماشي انت اللي غتقيديه ولا غادي تخليه يطيح في الفخ انه يمشي لواحد الملف مازال ما باغيش يبدا به دابا وباغي يبدا بك انت. غتقول ليه لا ابدا بسبته ومليليه، انا سيدي سبته ومليليه عاطيه لاسبانيا ونزيدو تا طنجه، حنا جوج ديال المملكات مع بعضياتنا اوكي. ولا بانت ليا في سبته ومليليه مرحبا، ولا بانت ليا في الصحراء الشرقيه مرحبا. نعم المغرب اساسا ما غيدويش لها هكا لهكا، لان البوليزاريو مازال ما تفكوش، مازال المهله ما سالات، خصهم يتفكوا دوك الناس ما يبقاوش.
شي حاجه سميتها ابراهيم غالي ولد الرحامنه المراكشي ما غتبقاش. شي حاجه سميتها بعثه البوليزاريو اولا جيش البوليزاريو اولا شعب ديال البوليزاريو ما غيبقاش. اوكي، النهار ما غيبقاش وغادي يختفي على الوجود وغادي يسالي الملف ديال بصح نهائيا وما غيبقى لا شعب لا حتى شي حاجه. ديك الساعه عاد يتسد الملف. انا الملف تسد ولكن مازال كاين واحد الشعب ما نقدروش نسدوه. كاين واحد الشعب شنو غنديروا فيه؟ كاين واحد الناس عاشوا تما اش غنديروا فيهم؟ دونك دوك الناس غادي يتفرقوا ما بين المغرب الجزائر اسبانيا واللي جاي يمشي دوله اخرى غادي يمشي ليها. داكشي علاش ايام المفاوضات جلسوا مع بعضياتهم باش يقادوا هذا الموضوع، باش يقادوا هاد الروينه من غير هاد الاشتباكات اللي طراو حاليا. دونك دابا حاليا عندنا الجزائر كتمول وكتحرض على الهجره لسبته اولا مليليه باش تخلي المغرب يكون عنده واحد المشاكل داخليه خصوصا مع اسبانيا، باش يبدا الملف، باش بداو الناس يتكلموا، يبدا الملف على اسبانيا والمغرب ونساو المشكل ديال الصحراء الشرقيه. لان الجزائر 50 عام وهي كتمول كتعطي الفلوس غير باش ما نوصلوش لهاد الصحراء الشرقيه، كتمول الصحراء الغربيه باش ما نوصلوش للصحراء الشرقيه. بما انه سالا الموضوع ديال الصحراء الغربيه فهي غتمول اي حاجه. تقدر تمول الملف ديال سبته ومليليه والدعم اسبانيا فيه، وتمول ملف دريف عاوتاني تفتح داك الملف مره اخرى واخا فشلت فيه قبل سنتين او 3 سنين، او لانها تقدر دير واحد المشاكل داخليه غير باش تشغل المغرب انه يتكلم على الصحراء الشرقيه المغربيه اللي هي اساس الصراع الاقليمي في المنطقه. اوكي، دونك اسبانيا دارت الشونطاج للمغرب باش رجعوا اسبانيا دارت الشونطاج للمغرب. المغاربه والمهاجرين كاع اللي كاينين هنا في المغرب ملي يسمعوا هاد الاخبار من اسبانيا كلشي ولا باغي يدخل. اسبانيا ما همهاش اللي عمرو 27 28 29 30 31 و40 و60 و80، هي همها الشباب اللي في عمرهم 16 17 18 19. والاهم من ذلك الهدف ديالها هما القصيرين. علاش القصيرين؟ القصيرين لانها كتضرب عصفورين بحجر. خصكم تعرفوا ان الحرب الاسبانيه مع المغرب او الحرب الصليبيه مع المسلمين دائما المسيحيين او الصليبيين كيبغيو يضربوا المسلمين في الاسلام ديالهم. هما باغيين دوك القصيرين، داكشي علاش المغرب دار لهم طلب انه يردوا القصيرين وما بغاوش. اش غادي يديروا بالقصيرين؟ القصيرين مازال خصهم يمشيو ويقريوهم، ومن هنا واحد العام عامين ويخسروا عليهم الفلوس ويقراو ويديروا ويفعلوا ويتركوا ويوصلوا حتى للباك ويدوزوا للجامعه. لان اوروبا وامريكا وداكشي عندهم مفهوم الجامعه. اللي عنده الباك بالنسبه لهم والو، خصو يكون عندك الجامعه، خصك تكون كملتي وصلتي للجامعه وكملتي. ما توصل للجامعه وتكمل وتساليها حتى كتكون عندك واحد 24 عام 25 عام، خصوصا اللي كانت فيها واحد 3 سنين 4 سنين على حسب هما السيستم ديالهم. ومر الجامعه عاد كتمشي دير التخصص ديالك اللي عاوتاني كتقرا فيه باش كتاخذ فيه الدبلوم يعني شوف شحال غادي يخسروا عليهم وغادي يقريوهم وغيسكنوهم وغيدعموهم باش عاد غادي يخدموهم. ولكن هما باغينهم قصيرين. الهدف الديني هي انهم يفورماطيوهم. اوكي، فورماطيوهم على المغرب ديالهم، على الدين ديالهم، على الاسلام ديالهم، انه يكون عندهم واحد الشخص كابر. هما ما عندهمش مهم انه تولي الدوله ديالهم النص فيها مغاربه او النص فيها عرب او النص فيها افارقه او النص فيها جايين مهاجرين. ما حدهم كيخدموا كيجيبوا لهم الفلوس كيساعدوا على الاقتصاد ديال الدوله، ما عندهمش مشكل. ولكن هما عندهم مشكل انك انت تكون مسلم. لان العقده والفوبيا ديال اسبانيا هي الاسلام والمسلمين. لان المسلمين ما دخلوش لفرنسا، ما دخلوش لانجلترا، ما دخلوش لبريطانيا ولا المانيا ولا هذا، دخلوا الاندلس اللي هي اسبانيا والبرتغال. وهذه عقده اسبانيا اكثر ما هي برتغاليه، عقده الاسبانيين انك انت ما خصكش تكون مسلم. هم الملوك ديالهم عبر التاريخ وهذاك البابا ديال الكنيسه ديالهم عبر التاريخ كانوا دائما كيطالبوا، وكان دائما الهدف ديالهم تنصير المغاربه، ماشي تنصير النصر، تنصير انهم يوليو نصرانيين،
انهم يتبعوا المسيح، انهم يتبعوا الصليبيين وما الى ذلك، انهم يوليو مسيحيين، يعني تنصير المغاربه. هذا هو هدفهم. هذوك القصر خداوهم وغادي يديروا لهم ماشي غير يخدموهم ويفورماطوهم مع المجتمع الاسباني، ولكن كذلك التنصير. وهذا الشيء اللي عايق به المغرب، وهذا الشيء اللي ما باغيش المغرب، وهذه هي اللي دوا عليها. راه ما شرحهاش، ولكن اللي فهم راه يعرف. هي اللي دوا عليها وهبي في المقابله ديالو التلفزيونيه اللي كانت، اللي قصف فيها اسبانيا. وكذلك هذه هي النقطه اللي غادي يشد بها المغرب اسبانيا. وما تنساوش اسبانيا، الحكومه الاسبانيه شنو قالت في 1975 على الملك الحسن الثاني؟ وقالت: نحن نخاف أن نجلس على الطاولة الحديدية. بمعنى احنا كنخافوا أننا نجلسوا في الطاولة مع الملك الحسن الثاني ونتكلموا على سبتة ومليلية، حيت ما باغينش، حيت كيحسوا انه مشات لهم سبتة ومليلية من موراها نيكست الخطوه اللي من موراها غتكون دخول المغاربه لاسبانيا. فاش كتفكركم هاد السنه 1975 هي السنه ديال المسيره الخضراء. واشنو كيقولوا الاسبانيين على المسيره الخضراء اللي دار الحسن الثاني؟ في واحد البرقيه اسبانيا كاينه في اليونايتد ستيت، كاتبين فيها ملك ماكر. شكون هو الملك الماكر؟ الحسن الثاني. علاش؟ حيت دار لهم واحد الريمونتادا، دار لهم واحد اجمع قشك وما تدورش، اللي هي المسيره الخضراء. ما كانوش متوقعين المسيره الخضراء، لا هما ولا القذافي ولا الجزائريين. راه المسيره الخضراء اللي دار الحسن الثاني راه بقات واحله هنا الاسبانيين والقذافي، ما نقولش الليبيين، القذافي والجزائريين، النظام الجزائري. باش تعرفوا قداش هاد المسيره كانت الضربه القاضيه ليهم. game over، it's game over، صافي سالينا جمع طوي. هو الرد ديال الهواري بوتقبه في نفس السنه بطرد المغاربه 350 ألف مغربي. الرد كيبين القوه ديال المسيره الخضراء قداش كانت فينيش. والمعمر القذافي. علاش معمر القذافي؟ الملك الحسن الثاني قال لهم: اذا لقيتو اسباني عانقه، واذا لقيتو غير اسباني اخلي ضربوه. على من كان كيتكلم؟ كان كيتكلم على الجزائريين بين قوسين بوليزاريو وعلى القذافي، لان في ذاك الوقت قبل ما يدير الملك الحسن الثاني المسيره الخضراء اللي كان محتضن بوليزاريو واللي كانت عنده الفكره ديال بوليزاريو هو القذافي. جاب الصحراويين اللي كانت في الاول كانوا كيديروا كانوا على اساس التحرير ديال المغرب عادي، بعد تحولوا مشاو عند القذافي، تما كانوا كيتعلموا، كانوا كياكلوا، كانوا كيشربوا داكشي دابا اللي كدير لهم الجزائر في الصحراء كانت كدير لهم بوليزاريو في الصحراء عندهم. وكانت اتفقت الجزائر مع القذافي وكانوا جمعوا البوليزاريو باش انهم يدخلوا للصحراء وانهم يقولوا انهم هما اللي حرروها دونك الصحراء ديالهم. الحسن الثاني عقب القالب. داكشي علاش في المسيره كان قبل ما دار المسيره غير بايام بعد ما علنها الحسن الثاني، طلب القذافي من الملك الحسن الثاني، قال لي انني
المساعده ديالي انني حتى انا نجي بالناس ديالي انهم حتى هما يجوا، حيت كانت السعوديه، كانت الكويت، كانت قطر، كانت تونس، كانت الامارات، كان ولي العهد ديالها كان كاين، كان ديك الساعه كان مازال عنده شي 14 عام. كانوا بزاف ديال الدول العربيه، يمكن كانت حتى اليمن، سوريا ما عرفتش، ما كنظنش، خصني نتاكد. المهم كانوا تقريبا 8 حتى 10 ديال الدول العربيه كانت داعمه، كانت جايه بالابناء الوطن ديالها، وحتى بسياسيين او بدبلوماسيين عندهم. الليبي كان باغي يجي، معمر القذافي كان باغي يجي، وكان باغي يجي بالناس ديالو، يدعم زعما مغربيه الصحراء، لكن كان باغي يدير واحد تقوليبه للملك، يقول له غنمشي معاك، ومن بعد غيهجم على الشعب المغربي وغيدخلوا هما للصحراء، وغادي ينزلوا الرايه ديال اسبانيا وغيرفعوا الرايه ديال بوليزاريو. مي الحسن الثاني عاقب القالب وقال ليه ما تجيش وما بغيتش المساعده ديالك. فهمتوا علاش كنقول لكم 1975 خلات كل شيء على القرص، وفي نفس الوقت كيترعد خايف من المغرب، وفي نفس الوقت باغي غا فوقاش.